بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكرة تحت الضغط. في حلقتنا الجديدة هنتكلم عن التحليل النفسي عن معسكر النادي الأهلي، المعسكر اللي بدأ بقوة وانتهى بقوة ونال على إعجاب كل النقاد والمحللين الرياضيين. حتى معظمهم تخيل النادي الأهلي بيفنش موسم دوري عام أو بطولة إفريقيا من قوة معسكره. يا ترى اللي حصل في المعسكر بتاع النادي الأهلي ده تكتيك ولا في عوامل وأسباب تانية أثرت على قوة معسكر النادي الأهلي؟ قبل ما نقول الأسباب والعوامل اللي أثرت على قوة معسكر النادي الأهلي، اكتبوا لي في الكومنتات. يا ترى النادي الأهلي قادر اللي هو يكمل الموسم ده بنفس القوة اللي بدأ بيها ولا مستواه هيتراجع؟ النهارده هنتكلم على 4 مصطلحات مهمة في علم النفس أثرت على أداء النادي الأهلي في المعسكر بتاعه. أول مصطلح اسمه الاستشفاء النفسي أو العقلي. تاني مصطلح اسمه تدعيم الثقة بالنفس. تالت مصطلح اسمه الدوافع الفردية. 4 الدوافع الجماعية. أول مصطلح في 2 من علماء علم النفس الرياضي. الأول اسمه لوي والتاني اسمه مايكل ساكس. اتكلموا على مصطلح في علم النفس اسمه الاستشفاء النفسي أو العقلي. يعني ايه المصطلح دوت؟ المصطلح ده بيقول اللي أي لاعب رياضي أو فرقة رياضية مرت بخبرة سيئة أو إحباطات طول الموسم الرياضي، عليها اللي هي تنسى تماما الخبرة السيئة اللي مرت بيها، وعلى اللاعب أو الفريق اللي هو ياخد فترة راحة سلبية، ما يفكرش في أي حاجة حصلت في الموسم اللي فات. طيب، ريبيرو مدرب النادي الأهلي استثمر المصطلح ده إزاي؟ بعد انتهاء كأس العالم، ريبيرو قعد مع لعيبته وقال لهم انت هتاخدوا 18 يوم راحه، بس قبل ما تاخدوا الراحه بتاعتكم انا بطمنكم اللي كلكم معايا باستثناء اللعيبه اللي غادرت النادي الاهلي. يبقى ريبيرو اول حاجه طمن اللعيبه. تاني حاجه طلب منهم اثناء ال 18 يوم راحه اللي هم ما يفكروش في اي حاجه تخص كره القدم. قال لهم اتبسطوا واستمتعوا باجازتكم ومحدش يفكر في اي حاجه في كره القدم. وبالتالي ريبيرو طبق مصطلح اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاستشفاء النفسي او العقلي. عشان تفهم المصطلح ده كويس جدا، افتكر محمد صلاح لما قعد في الملعب الموسم اللي قبل اللي فات وعمل حركة اليوجا. هو ده الاستشفاء النفسي او العقلي. الحاجة التانية اللي ريبيرو دعم ثقة لعيبته في نفسها. اول يوم في المعسكر قال لهم انا معجب بكل اللاعبين وانا اتفرجت عليكم وانتوا كلكم لعيبه كبيره. فده ادى لكل لاعب ثقه في نفسه وخلاه يبدا معسكره وهو عنده دوافع واهداف جديده. ثالث مصطلح ريبيرو استخدمه اللي هو قال محدش حافظ مكانه. المكان للمجتهد. اللاعب اللي هيجتهد خلال التدريبات او في الماتشات الوديه هو اللي هيكون لاعب اساسي. الكلام اللي ريبيرو عمله ده نمى الدوافع الفرديه لكل اللاعبين بتاعت النادي الاهلي، وخصوصا اللعيبه اللي جت النادي الاهلي جديده واللعيبه اللي كانت قاعده احتياطي طول السنه. اخر مصطلح ريبيرو استخدمه اللي هي الدوافع الجماعيه. ازاي ينمي روح الفريق عند النادي الاهلي؟ ريبيرو عمل جلسه طويله مع كل لاعيبه النادي الاهلي وقال لهم ما يهمنيش الاهداف الفرديه لكل لاعب، وما يهمنيش الجوائز الفرديه، وما يهمنيش كل لاعب حط كام جون وكل لاعب عمل كام اسيست وكل لاعب ذا مان اوف ذا ماتش. كل ده ما يهمنيش، انا يهمني اداء الفريق ككل والبطوله اللي الفريق هيحصل عليها. قعد مع محمد الشناوي كونه كابتن النادي الاهلي، وقعد مع تريزيجيه كونه من كباتن النادي الاهلي. بس لا طبعا، عشان في اخطاء عند محمد الشناوي وانانيه واضحه عند تريزيجيه. قال لي لمحمد الشناوي انت عندك اخطاء بتاثر على نتيجه المباريات، لو سمحت ركز في ملعبك وركز في كورتك عشان انت هتفقد مكانك. قال لتريزيجيه لعبك بيغلب عليه الطابع الفردي والاناني، انا عاوزك تلعب لصالح الفريق. وبالتالي ريبيرو خلى لعيبه النادي الاهلي
في هيرموني، في تناسق وتناغم داخل الفريق خلى لعيبه الاهلي تلعب كفريق واحد، وده ظهر في المعسكر بتاع تونس. معسكر تونس اللي كانت من نتائجه اللي النادي الاهلي فاز ماتشين واحرز 9 اهداف واستقبل هدف. بعد المعسكر النادي الاهلي لعب فريق انبي، الاهلي فاز 2-0، وده تكمله للمعسكر. يبقى يا ترى بعد الحلقه دي اللي خلى معسكر النادي الاهلي قوي هو تكتيك مدرب، ولا عوامل واسباب نفسيه مع التكتيك بتاعت المدرب هي اللي اثرت على اداء اللاعبين؟ اكتبوا لي في كومنتاتكم ايه اللي خلى معسكر النادي الاهلي قوي. ولو الحلقه عجبتك اكتب لي في الكومنتات. لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعايه الله وامنه.